السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة الطعمية في البيت. هوريها لكم في الكبة وهقول لكم على الطريقة اللي بعملها في الخلاط واللي تعجبكم اعملوا بيها. طبعا الطعمية تطلع طعمها تحفة احسن من اللي بنشتريها من بره بمراحل. لو اول مرة تشوفيني متنسيش تعملي اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ما تنسيش تعملي شير علشان الكل يستفيد، وصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام في التعليقات، ونسمي الله كده مع بعض ونشوف هنعمل ايه. انا جبت كيلو فول مدشوش من عند البقال ونجيته كويس. لو في اي شوائب او عفشه او اي حاجه بتكون يعني مش واخدين بالنا منها في الفول، نجيته كويس خالص، وبعدين غسلته غسله كويسه خالص. وبعدين هننزل عليها كده الميه زي ما انتوا شايفين. هنسيب الفول كده يتنقع في الميه من الليل لغايه الصبح. انا سبته من الليل لغايه الصبح لغايه ما لقيت الفوله اتجسمت معايا كده، بقت طريه خالص ان هي تتضرب في الخلاط او في الكبه كده. بعد ما نقعتهم من الليل لغايه الصبح هتلاقي الفوله كده في ايدك بتتكسر، يعني ممكن تضرب في الخلاط او في الكبه. هنحط على الكيلو 3 حبات من البصل و5 فصوص من الثوم، وهنحط ربطة خضرة كاملة. لو ما عندكيش خضرة طازة حط خضرة من الفريزر. هوريكم فيديو بإذن الله ينزل لكم قريب خالص ازاي تفرز الخضرة وتقعد معاك من السنة للسنة. انا ما كانش عندي خضرة طبعا في التلاجة، فاضطريت ان انا اخد خضرة من الفريزر واعمل بها الطعمية. هتطلع زي الفل عادي، نفسها هي نفسها زي ما يكون طازة، مش هيفرق اي حاجة. بس احنا بقى بنحطها في الفريزر عشان لو احنا في يوم مثلا ما عندناش خضرة في التلاجة فنستعمل اللي في الفريزر. بحاول كده افككها لان هي كانت تلج طبعا عشان في الفريزر، واخلطهم كلهم كده مع بعض، البصل مع الثوم مع الخضرة مع الفول، علشان ما يكونش حتة فيها وحتة لا، كلهم كده يتخلطوا مع بعض. بعد ما خلطتهم كده هنجيب الكبة بسم الله وننزل كده في الكبة لغاية ما تتملي. حبة مية صغيرة خالص خالص كده تنزل على فيها في الكبة. دي ليه؟ لان تمشي الفول كده في الكبة. يعني هي لو الفول هيمشي معاك عادي، لكن لو مش هيمشي في الكبة بتاعتك اي كبة تحطي شوية يعني سنة صغيرة خالص من المية، متكتريش عشان الطعمية ما تبقاش كابسة معاكي. الطعمية بتكبس من المية، يعني لو حطيت مية كتير هتلاقي الطعمية معاكي كبست. ونبدأ كده نشغل بسم الله. طيب لو انت ما عندكيش كبة وعايزة تعمليها في الخلاط، انا بصراحة الخلاط بتاعي كان بايظ فما عملتهاش فيه، فانا بستحسن ان انا اعملها في الخلاط احسن من الكبة، لان الكبة ما كانتش فرمها كويس على الاخر. في الخلاط نفس ما احنا عملنا كده بالظبط ونحطهم في الخلاط، بس يعني المية هنكترها شوية علشان تمشي في الخلاط عشان الخلاط ما يبص معاكي. وبعدين تروح جايبه المصفى وتروح حطاهم في ده الخلاط. انا بتكلم عن الخلاط مش الكبه. لو الخلاط بتاعك بعد ما تحطيهم كده في الخلاط وخلطيهم تروح مصفياهم في المصفى، تنزل كل الميه اللي في الطعميه. اهم حاجه ما تسيبيش الميه فيها، تنزلوا كل الميه. طيب لو انت مش عايزه تستعمل الخلاط، استعمل الكبه زي ما تحبي، دي او دي. لكن الكبه بنحط نقطه ميه صغيره خالص عليها، ما بنحطش كتير علشان الميه ما تخليهاش تكبس معانا. الخلاط بنحط شويه ميه يعني حبه كده كويسين عشان تلف الخلاط. وفي الاخر بنصفيها في المصفايه، بننزل كل الميه اللي في الطعميه. كانت الكبه بتاعتي بصراحه مش شديده قوي، فكانت مش راضيه تعمل طعميه قوي، وانا الخلاط بتاعي بايظ، فاضطريت ان انا استعمل الكبه. وزي ما انتوا شايفين كده ما كانتش بتخلطها قوي، يعني ما كانتش بتضرب الطعميه قوي. فاضطريت ان انا اضربها كذا مره لغايه ما تتعمل، بس في الاخر عملت معايا. اكيد في انواع كويس طبعا من الكبه. في كبات كويس خالص. انا الكبه بتاعتي مش احسن حاجه عشان كده ما كانتش راضيه تضربهم كويس. فانت اكيد يعني نوع الكبه بتاعتك غير الكبه بتاعتي غير الكبه بتاعت التانية، كل واحد وعنده نوع. فانتي حطها في الكبه يعني وهتلاقيها لفت معاك كويس. مش عايزه تحطها في الكبه حطها في الخلاط. وكده زي ما انتوا شايفين كده ظبطت معايا.
شايفين القوام بتاع العجينة بتاعت الطعمية عاملة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. نحط بقى باقي الكمية ونعملها. وكده زي ما انتوا شايفين كده كانت كل الكمية. طيب انت لو عايزة تخزني الطعمية دي، انا طبعا مش هعملها كلها، انا بخزن منها في الفريزر. بتجيب اكياس من بتاعة اللبن العادية او بتاعة المية، وتروح حاطة فيها الكمية اللي انت عايزة تعمليها في كل مرة، وتروح حطها في الفريزر. بس من غير ما تحيجيها، لا تحط ملح ولا كزبرة ولا تحط اي حاجة عليها خالص، تحطها زي ما احنا عملناها كده بالظبط. طيب هنا هنعمل بقى الكمية دي، انا هعملها دلوقتي قدامكم. حطيت الكميه اللي انا عايزه اعملها، وحطيت عليها نص معلقه من بيكنج باودر او الكيك شيف. ما كانش عندي بيكنج باودر فاستخدمت الكيك شيف، بس الكيك شيف مش احسن حاجه، يعني انصحكم انكم تستخدموا البيكنج باودر احسن. وحطيت سنه ملح على حسب طعم الطعميه، بقى تدوقيها كده تشوفيها عايزه ملح تاني ولا لا. وحطيت نص معلقه من الكزبره الناشفه، وقلبتهم كده كويس خالص زي ما انتوا شايفين. يبقى نص معلقه من بيكنج باودر. ما عندكيش بيكنج باودر حطي كيك شيف، بس يستحسن بقى بيكنج باودر، يعني مش تستسهل وتحطي كيك شيف. لو عندك حطي ده او ده. وحطيت ذره ملح على حسب الحياج بتاع الطعميه، وحطيت نص معلقه من الكزبره الناشفه. الزيت هنا معانا ما يكونش سخن خالص علشان الطعميه ما تفتولش معانا. الزيت يكون يعني مسخنش قوي، يكون دافي. وزي ما انتوا شايفين، عايزين تعملوا الطعميه كده جرس طعميه كده مدوره، اعملوها كده. عايزين تعملوها مدوره من الصغير، اعملوها زي ما تحبوا. وعايز تحطي سمسم عليها حطي. اهم حاجه يا جماعه في الخطوه دي ان الزيت ما يكونش سخن، عشان في ناس كتيره بتفشل معاها الطعميه وتقول الطعميه طلعت مش كويس عشان بس بسبب الزيت ان هو بيكون سخن خالص، فالطعميه بتتفتول معاها. فانت لازم الزيت بتاعك ما يكونش سخن. لو لقيتي بقى الطعميه بتاعتك تخينه قوي، حبه ميه صغيره خالص، معلقه او نص معلقه، حطوهم على الطعميه وقلبيهم كده. شايفين بسم الله ما شاء الله الطعميه كده بدات تحمر معايا. ونقلبها على الناحيه التانية. شايفين اللون الجميل بتاع الطعميه؟ ولو بسمسم بقى هتبقى تحفه. وكده تكون الطعميه جاهزت معانا. بسم الله ما شاء الله الطعم والريحه تحفه وهشه خالص من جوه. اتمنى ان انتوا تجربوها ان شاء الله وهتعجبكم. ما تنسوش تقولوا رايكم في التعليقات، ما تنسوش الشير، وما تنسوش الدعوه حلوه كده من قلبكم في التعليقات، وما تنسوش الاشتراك طبعا في القناه عشان يوصلكم كل جديد.